في قلب مدينة الإسكندرية بين جدران متحف عريق شاف قرون من التاريخ، وفيه باب غامض أزرق اللون محدش قدر يفتحه من أيام محمد علي. الناس نسيت قصته، لكن ياسين شاب باحث في علم الآثار قرر يعرف الحقيقة مهما كان التمن. ياسين واقف قدام الباب الأزرق بيبصله كأنه بيكلمه، والتراب مغطيه والهدوء مرعب. كل اللي حواليه بيحس إن في سر كبير ورا الباب ده. ياسين بدأ يحاول يقرأ النقوش اللي على الباب، كلمات بالعربية القديمة كأنها بتحضر أي حد يفتحه، ولكن الفضول غلبه وراح جاب أدواته وبدأ يحاول يفك القفل الصادق، وكل صوت طقة كان بيخلي قلبه يدق أسرع. وفجأة الباب اتحرك، صوت المعدن سمع في كل القاعة، والعمال بصوا عليه بخوف. وهو فتح الباب ببطء. جوه الباب في غرفة صغيرة فيها مكتب خشبي قديم ومجموعة من الرسائل محطوطة بعناية في صندوق نحاسي، وكل رسالة مكتوب عليها تاريخ. لكن التواريخ دي كانت من المستقبل. وفتح أول رسالة ولقى مكتوب: إلى من سيجد هذه الرسالة، أنا باحث من المستقبل، احذروا عام 2095. ووشه اتبدل والخوف سيطر عليه، وراح قعد على المكتب وبدأ يقرأ باقي الرسائل، وكل رسالة بتحكي عن حدث عالمي ولسه ما حصلش. واحدة منهم بتتكلم عن زلزال في مصر سنة 2090، وبدأ يشك هل دي خدعة ولا فعلا رسائل من المستقبل. وقرر يحلل الورق بالحامض الكربوني، والنتيجة كانت صادمة. عمر الورق أكتر من 200 سنة، وكل الأدلة كانت ضد المنطق. بس الرسالة الأخيرة كانت مختلفة، فيها توقيع باسم ياسين عبد الرازق. والوقت وقف. إزاي شخص من المستقبل هو نفسه اللي كاتب الرسالة؟ وبدأ يدور في الأرشيف القديم، لقى صور لباحث شبهه بالظبط من 100 سنة، وبدأ يصدق إن في حاجة أكبر من الزمن بتحصل. ورجع الغرفة وقرر يفتح صندوق تاني، لقى تحته ساعة غريبة بتضيء بلون أزرق، والساعة بدأت تشتغل لوحدها والعقارب تمشي بالعكس. وفجأة المكان كله اتحرك كأن الزمن نفسه بينط. ولما كل شيء هدي لقى نفسه في نفس المكان، بس المتحف كان لسه بيتبني. رجع بالزمن لسنة 1830. شاف ياسين المشهد اللي مستحيل يصدقه. قدامه محمد علي باشا بنفسه داخل القاعة القديمة ومعاه مجموعة من العمال والمهندسين. الزمن اتشق كأنه مراية، والدنيا حواليه بقت ضبابية. وحاول ياسين يستخبى ورا الأعمدة، بيحاول يفهم هو ازاي رجع 150 سنة لورا. لكن واحد من الحراس لاحظه وبدأ يطارده، فهرب بين الممرات وهو ماسك الساعة الزرقاء بإيده، ووقع على الأرض. والساعة اتفتحت لوحدها، والضوء الأزرق غمر المكان. ولما فتح عينه رجع لعصره من تاني. رجع المتحف زي ما كان، والباب الأزرق مفتوح، بس الرسائل اختفت كأن اللي حصل عمره ما كان. ومن اليوم ده ياسين اختفى عن الأنظار، ومحدش شافه تاني غير في صورة غريبة ظهرت بعد سنين لراجل شبهه بالظبط، لابس لبس قديم واقف قدام الباب الأزرق. والناس اختلفت، هل فعلا الزمن اتفتح ولا كان كل ده خيال من باحث مجنون؟ في الآخر هنقول إن الزمن مش دايم، واللي بيدور على الحقيقة ممكن يلاقي نفسه جواها. وأحيانا الفضول هو الباب اللي بيغير مصيرك للأبد.